يا مساء الفل والورد والياسمين وكل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه النهاردة؟ بقى اليوم حلو من اول، اليوم الحلو بيبان من اول. هنعمل النهاردة بسيسة اللي هي بدقيق الذرة، وهنعمل صينيتين كيكة زي ما انتوا شايفين معانا كده. تعالوا نخرط صينية كيكة الاول، نقطعها مع بعض ونشوف الخرطة بتاعتها عاملة ازاي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، كده مقادير مظبوطة مليون المية. خرطة الكيك عاملة زي السفنج كده، حاجة كده تحفة. قلبها ابيض كده وحاجة كده بجد، بصوا روعة. لسه سخنة، شايفين البخار بيطلع منها. خرطة الكيكة وخرطة البسيسة دي مش بتوعنا، هقول لكم في الفيديو وما تجروش الفيديو، اسمعوا معايا الفيديو للآخر. دول رايحين كده لاصحابات نصيبهم زيارة، خلاص دي بتاعتنا علشان كده خرطتها معاكم. ايه رأيكم بقى؟ بص عليه خرطة الكيكة عاملة ازاي، بالدقيق العادي بتاعنا خالص وبمقادير مظبوطة جدا جدا. يلا نسمي الله وندخل على الفيديو، بس قبل ما ندخل نشوف تفصيل الفيديو هنغلف الاول الصواني دي، علشان زي ما قلت لكم دول مش بتوعنا. دول هغلفهم بورق استرتش كده علشان هيتحطوا في شنط كده ورايحين لصحابات نصيبهم، رايحين زيارة. اول حاجة ومبدئيا كده معايا شفشق الخلاط، حطيت فيه 5 بيضات، كوباية من الزيت، حطيت كوباية ونص من السكر، نفس المج اللي انا معايره بيه، كيس فانيليا. هضرب كل المكونات دي في قلب الخلاط كده، ممكن تعملي بالمضرب اللي هو العادي وممكن المضرب اللي بالكهرباء. بعد ما ضربتهم شوية في الخلاط حطيت كوباية من الحليب وحطيت معلقة كبيرة من الخل. هضربهم تاني لغاية ما القوام بتاعهم يبقى معايا زي ما انتوا شايفينه كده. جبت بقى الطبق والبولة، ادي اول كوباية دقيق ذرة، ده دقيق ذرة اصفر. ممكن لو عندك دقيق ذرة ابيض عادي زي الفل برضه، بس ده كان موجود عندي يعني فطلعته وعملت منه. ده اول مج، هحط مجين من الدقيق الذرة ومج دقيق اللي هو الدقيق الابيض العادي. خلاص ده تاني مج اهون. يعني لو هتعملي صينيه هيبقى كوبايتين دقيق ذره وكوبايه دقيق عادي، هتطلع معاكي مقادير مظبوطه جدا جدا. خلاص نخلت الدقيق الذره، وادي بنخل الكوبايه الدقيق العادي خالص ايه، وهضيف عليها كيس بيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات، ونص معلقه صغيره خالص من الملح عشان تعادل معايا السكر. بس كده هقلب كل الدوت في اتجاه واحد بالمضرب كده. خلاص صينيه البسيسه بتاعتنا جاهزه، البسيسه اللي هي بالدقيق الذره. هجيب بقى الصينيه او القالب بتاعنا واصبها فيه. هقول لكم على ملحوظه حلوه جدا جدا، بصوا القوام بتاعها عامل معايا ازاي. ما تخفيش القوام بتاعها علشان لما تيجي ترسمي الرسمه اللي انا رسمها على وش الصينيه دي ما تسقطش معاكي وما تديكيش نفس الشكل اللي انا عاملاه. تقلي القوام شويه. تابعوا معايا يا جماعه الفيديو للاخر، ودي ملحوظه مهمه جدا جدا. جبت الصينيه ودهنتها دهنه زيت بسيطه كده، وغلفتها بمعلقه دقيق، رشيتها بمعلقه دقيق. بس كده جبت بقى معلقه دي وغلفت الصينيه. تعالوا بقى اصب معاكم قوام البسيسه وشوفوه عامل ازاي معايا. طبعا لو هتعملي في صينيه تيفال او جرانيت او سيراميك مش هتغلفي بدقيق. بصوا القوام بتاعها. بعد ما نزلت الخليط خليت حوالي كده 3 معالق كده، حطي بقى على حجم الصينيه اللي قدامك خلاص، او مغرفه كده يعني مغرفه من العجينه. خليت مغرفه بالظبط، هضيف عليهم معلقه من الكاكاو الخام. هقلبهم كويس جدا جدا، لو لقيتيها تقيله معاكي خفيها بمعلقه لبن. بس هي ما شاء الله القوام كده حلو جدا معايا. زي ما قلت لكم عشان ما تسقطش معايا في الصينيه، انا بعمل بس كشكل. حطيته في كيس ثلاجه زي ما انتم شايفين، وربطت الكيس وعملت له فتحه كده من الاخر. بصوا بقى همشي كده الاول بعمل خطوط كده، بصوا. موضوع سهل جدا جدا وبجد هيديكي نتيجة حلوة قوي قوي في شكل الصينية، هيبهرك وهيبصوا هيشرفك قدام ضيوفك. بخلة بقى من بتاعة السنان او الشيش طاووق، بصوا بمشي بيها كده بس، وارجع عكسي تاني. بصوا برجع بنفس الطريقة بس بالعكس. بس بصوا بقى بتدي معايا المنظر عامل ازاي. وزي ما قلت لكم ملحوظه مهمه جدا، ما تخفيش العجينه، خلي قوام العجينه يبقى تقيل شويه معاكي علشان تديكي الشكل ده في التسويه. لا اهو بصوا بعد ما خرجت من الفرن الشكل معايا مية مية. الكام واحده كب كيك دول كانوا فاضوا من الكيس اللي هو انا كنت بشكل بيه الصينيه، فحطيتهم في كب كيك بسيسه بالشوكولاته تحفه برضو. الولاد واقفين كلوهم وهم واقفين. خلاص تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل صينيه كيكه برضو. 4 بيضات، معايا كوبايه من الزيت، معايا كوبايه ونص من السكر، معايا كوبايه لبن، وكيس فانيليا، وهحط معلقه خل. وهضرب كل الحاجات الجميله دي كلها في الخلاط. زي ما قلت لك ينفع تعملي بمضرب يدوي، ينفع تعملي بالمضرب اللي بالكهرباء الموجود عندك اشتغلي بيه. انا بعملها في الخلاط بسرعه يعني بجد فبتنجزني. خلاص كده صبيت الخليط، هضيف بقى كوبايتين من الدقيق او الطحين زي ما بتقولوا عليه عندكم، وهحط عليهم كيس بيكنج باودر وذره ملح صغيره قوي كده علشان تعادل معايا برضو السكر.
بس كده الموضوع سهل جدا جدا، وحاجة نظيفة وجميلة، وعملناها وحلينا لهم بقهم. بجد انا سعيدة جدا ان انا عملت الحاجة وطلعت كويسة، وشكروا فيها قوي قوي بجد. الحمد لله، يعني ربنا يحسن ما بنات ايدينا، اللهم امين. خلاص كده زي ما انتم شايفين ده قوام الكيك طبعا مش هشكله، خلي قوام الكيك يكون خفيف شوية بيديكي نتيجة حلوة جدا، تبقى الكيكة بتاعتك هشة وحلوة قوي. جبت الصينية دهنتها مادة دهنية من تحت وصبيت فيها الخليط. بس هخبط الصينية بقى خبطتين كده على الرخامة، هتدخل الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. هتقعد حوالي تلت ساعة نص ساعة، فرنك تحت وفوق، هتقيدي تحت وفوق. وأنا عملت صينية تانية لينا اللي هي دي، طبعا ما عملتهاش معاكم، فاحنا عاملين كله مع بعض اهو. عملت صينية، بصوا بقى شكل البسيسة تحفة. طبعا مش هخرطها، سامحوني بقى، انا كان نفسي اخرطها معاكم. وادي صينية الكيكة بتاعتنا، تعالوا نخرطها كده ونشوفها مع بعض. يلا بقى اللي وصل معايا في الفيديو لغاية هنا ما يبخلش علينا بلايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. بحبكم في الله، حطوا لايك بقى كده وما تبخلوش عليا باللايك. تعالوا بقى نطلع خرطة كيكة كده سخنة كده وبتدخن بس تحفة. ايه رأيكم بقى؟ بصوا قلبها ايه روعة، اسفنجية يا جماعة، حطوا لايك. بصوا طرية جدا وحاجة كده بجد وهم. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله. هنغلف بقى نغلف علشان زي ما قلت لكم دولت مش لينا، هغلفهم تغليفة كويسة كده وخلاص. ما تنسينيش بقى في اللايك، حطوا لايك. يلا حبايب قلبي، في حفظ الرحمن.